لو حابين نستبدل حاجة معينة بقيمة معينة، ازاي؟ خليني اقول لك ان احنا كلنا عارفين قيمة باي اللي هي بي اي، اللي هي قيمتها 3.14 من 100. عارفين الكلام ده كويس. بس خد بالك، لو انا عندي string بيدل على قيمة باي اللي هو the value of باي is، وعايز اكتب السترنج ده، وفي اخر السترنج بكتب قوسين كيرلي اللي هو اللي احنا شايفينهم قدامنا دول اللي هم الكيرلي براكتس، وانا عايزه يشيل الاقواس الكيرل دي ويحط مكانها قيمه باي اللي هي 3.14 من 100. اعمل ايه؟ قال لك برضه هستخدم امر جديد اسمه امر فورمات. بس فورمات ده لابد استخدم فيه او استدعي فيه الثابت اللي اسمه باي. استدعي فيه الثابت اللي اسمه ايه؟ باي. طب خلي بالك، بحكم ان باي موجوده جوه اللايبراري اللي اسمها نم باي، بالتالي لابد استدعي اللايبراري اللي اسمها نم باي. هستدعيها عن طريق الامر import numpy as nb اللي هو الاختصار اللي احنا عارفينه. وبعد كده هقول جوه فورمات nb دوت باي. هنا بعمل ايه؟ هنا بالظبط انا عرفت متغير اسمه ايه وايه ده جواه قيمه باي، بس انا مش كاتبها له كده. انا كاتب له باي كما لو كانت سترينج، حاجه بالشكل ده، وفي اخر السترينج قلت له قوسين كيرلي. معناها ان بايثون لما يروح يشوف القوسين الكيرلي دول يقوم شايلهم وحاطط مكانهم قيمه باي، لان انا استخدمت الامر اللي اسمه فورمات. استخدمت الامر اللي اسمه ايه؟ فورمات. وبالتالي لما اقول له رن هيعمل ايه؟ هيروح يستبدل الاقواس الكيرل بتاعتي بقيمه باي زي ما احنا شايفين اللي هي القيمه الكبيره دي اللي هي في الاخر 3.14 من 100. يبقى انا لو عايز استبدل حاجه بحاجه، يبقى هحطها الحاجه ديت بين اقواس كيرلي، ولابد استخدم الداله او الفانكشن اللي اسمها ايه؟ استخدم الفانكشن اللي اسمها فورمات. كويس جدا. طيب، لو انا برضو حاجه تانية زي شبه الحاجه اللي احنا اخدناها دي، بس انا عايزه يستبدل قيمتين. عايز يستبدل ايه؟ قيمتين، سواء كان القيمتين دول نص او رقم. نعمل ايه؟ هديله قوسين في الاول. هديله ايه؟ هديله قوسين. القوس الاول بيعبر عن اول كلمه او اول رقم، عادي مش مشكله، والقوس الثاني بيعبر عن ثاني كلمه او ثاني رقم، او حتى لو كان مثلا مجموعه كبيره من الكلمات مش مشكله خالص. يبقى انا بديله كام؟ بديله قوسين. القوس الاول بكتب فيه زيرو عشان يعبر لي على اول كلمه، والقوس الثاني بكتب فيه كام؟ بكتب فيه واحد عشان يعبر عن ثاني كلمه. في الحاله دي بايثون هيروح ياخد اول كلمه بعد فورمات يحطها في القوس اللي فيه زيرو، ويروح ياخد تاني كلمه ويحطها في القوس اللي فيه ايه؟ اللي فيه واحد. ليه؟ لانه بيتعامل معاها بالترتيب. فزيرو معناها خد الكلمه الاولى حطها في القوس الاولاني، واحد معناها خد الكلمه اللي بعدها حطها في القوس اللي بعدها، لو اتنين وهنا كانوا ثلاث كلمات ياخد الكلمه الثالثه يحطها في القوس اللي فيه كام؟ اللي مكان القوس اللي فيه رقم اتنين. يبقى هنا لو انا قلت له رن هلاقيه راح استبدل الكلمه الاولى بالقوس الاول والكلمه الثانيه بالقوس الثاني. الكلمه الاولى كان فيها خليل فشال الزيرو وحط مكانها خليل. الكلمه الثانيه كان اسمها محمد فشال الواحد وحط مكانها ايه؟ وحط مكانها محمد. هنا حته مهمه بقى عايز اقول لك عليها دلوقتي. ينفع ادخل للداله اللي اسمها فورمات متغيرات. ينفع ادخل للداله اللي اسمها فورمات ايه؟ متغيرات، بدل ما كنت بدخل لها سترينج وهي تاخد الكلمه الاولى تحطها في القوس اللي فيه زيرو والكلمه الثانيه تحطها في القوس اللي فيه واحد. ده انا ينفع ادخل الداله دي متغيرات وهخليها تعمل نفس الحاجه اللي احنا عملناها قبل كده. ازاي؟ تعالى مثلا نعرف متغير اسمه اكس واحط جواه اول كلمه اللي هي كانت خليل، وهعرف متغير تاني اسمه واي واحط جواه الكلمه الثانيه اللي هي محمد، وهستخدم نفس الامر. هقول له ايه بيساوي زيرو ما بين كيرلي براكت اند واحد ما بين كيرلي براكت، واقفل السترنج بتاعي واقول له دوت فورمات، وبصل الفورمات دي المتغير الاول اللي هو اكس والمتغير الثاني اللي هو واي. ايه اللي هيحصل؟ فورمات هتقوم شايله الاكس وحط مكانها خليل، وشايله الواي وحط مكانها محمد، وتقوم رايحه طبعا خليل اللي هو اول كلمه في السترنج في الاقواس اللي مكانها زيرو، ورايحه طبعا محمد اللي هو تاني كلمه في السترنج في القوس اللي مكانه واحد، وبالتالي هيديني نفس اللي فات. شوف لو بصينا تحت هنلاقيه زي الامر اللي فوقيه بالظبط.
هي بس انا بدل ما بباصي للداله فورمات سترينج ببسط لها ايه؟ بسط لها متغيرات. وناخد بالنا برضو من حته مهمه جدا جدا، ايه هي؟ احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا الاول بقول له قوس كيرلي في زيرو اند قوس تاني في واحد، لو عايز تكتب تاني قول له اتنين وتلاته واربعه، فاحنا كنا ماشيين بالترتيب. لكن انت لو عايز بايثون يعكس ترتيب الكلمات السترنج اللي موجود بعد فورمات، هتقوم عاكس الترتيب ازاي؟ هتخلي الواحد الاول والزيرو الثاني، هتخلي الواحد الاول وايه والزيرو الثاني. بالتالي لما تقول له كده هيقوم رايح عاكس ترتيبها، هيقوم رايح واخد الكلمه الثانيه حاططها مكان الواحد، والكلمه الاولى حاططها مكان الزيرو. وبالتالي لما اقول له رن هلاقيه طبع لي محمد ان زي ما هي اهي، وبعد كده خليل. ليه؟ لان انا عكست ترتيب الكلمات، عكست ترتيب الكلمات. فاخذ الكلمه الثانيه حطها مكان الواحد، واخذ خليل اللي هي الاولى حطها مكان الزيرو. ده بالنسبه لي عكس الايه؟ عكس الترتيب. كمان ممكن نعملها بكي ووردز. ممكن اعمل الداله فورمات ديت بايه؟ ممكن اعمل الداله فورمات ديت بكي ووردز. هقول له مثلا هعرف متغير اسمه ايه، واحط فيه سترنج اسمه ذا فيرست ليتر از، واقوم فاتح كيرل براكت واقول فيرست، واقول كوما ذا لاست ليتر از، وافتح كيرل براكت واقوم ايه واكتب جوه لاست. وبعد كده هقوم قافل السترنج بالدبل كود بتوعي، واقول له بعد كده ايه دوت فورمات، واقول له ده اللاست دي هي عباره عن زي، والفيرست هي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ ايه اللي هيعمله؟ هيقوم رايح شايل اللاست اللي هي ما بين كيرل براكت وطبعا مكانها زي، وشايل الفيرست اللي هي ما بين كيرل براكت برضو وطبعا مكانها ايه؟ وطبعا مكانها ايه؟ وهيقوم كاتب لي كده ذا فيرست ليتر از اي كوما ذا لاست ليتر از ايه؟ از زي. وبالتالي لما اقول له رن هيقول لي ذا فيرست ليتر از ايه كوما ذا لاست ليتر از ايه؟ ذا لاست ليتر از زي. يبقى انا هنا راح استبدل الاقواس بكلمه فيرست ولاست. اللي فيرست شالها وحط مكانها ايه، ولاست حط مكانها زي. بيبقى انا هنا اديته ايه؟ اديته كي ووردز. اديته ايه؟ اديته كي ووردز. كما لو كنت بقول له الفيرست اللي بين القوسين دول بتساوي ايه، واللاست اللي بين القوسين دول بتساوي ايه؟ بتساوي زي. قام راح شال فيرست وحط مكانها ايه، وشال لاست وحط مكانها ايه، وحط مكانها زي.